ازيك يا شباب، اهلا بكم في الحلقه العاشره من كورس المونتاج وصلت برنامج ادوبي بريمير. في البدايه عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. باقي اقل من 7 ايام على رمضان. في الحلقه دي هنتكلم سوا عن التلوين في ادوبي بريمير. لما بيجي لنا ساعات مشاهد متصوره برو او مشاهد خام ما فيهاش الوان او محتاجه ان انت تلونها، تعمل لها حاجه اسمها كلر جريدنج او كلر كوركشن، فهنعرف ازاي نقدر نعمل ده بادوبي بريمير. فعندنا كده البرنامج بتاعنا، هنخش نعمل امبورت لاي ميديا عندنا، نجيب اي مشهد كده عشان نعدل الالوان بتاعته. خلينا في المشهد بتاع تاسك 4 على البحر ده، وهنحطه عندنا على التايم لاين زي ما عرفنا في اول حلقه. من هنا كده هنبتدي ان احنا نشتغل على التلوين. بس عشان نعمل كده هتلاقوا عندكم في نسخه 21 في هنا تابه اسمها كلر جنب ايديتنج وجرافيك والكلام ده، لكن في نسخه 25 اللي احنا شغالين عليها دلوقتي كده كده مش فارقه النسخه، على قد ما انت لازم تبقى فاهم برضو ازاي هتستعمل نفس الامكانيات. في كل النسخ هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها ويندو، هتخش تدوس عليها وبعد كده اختار جيومتري كلر. هي دي التابة المسؤولة عن التلوين. بس في البداية لازم تكون ضاغط على التراك اللي عايز تلونه. نبتدي ان احنا هنا يظهر لنا كل الاعدادات الخاصة بالتلوين. فانا هوسع على نفسي الدنيا كده شوية، او ممكن اشدها كده اخليها تاخد الجنب ده كله بالطول. تمام، وبعد كده اصغرها شوية. بس كده بقى عندي المساحة دي اللي على اليمين هي مساحة التلوين. اول حاجه عندنا هتلاقيها اسمها بيزك كوركشن، ودي مسؤوله عن الاضاءات. يعني هتلاقي اول حتى حاجه قدامك هنا بيقول لك انت عايز الاضاءه مزرقه مصفره، تمبريتشر درجه حراره الضوء، او التنت عايزه ناحيه البنفسجي اكتر ولا الاخضر اكتر. برضو على حسب المشهد هتبتدي ان انت عينك تظبطها الحركه دي. فممكن لو اديتها كده ازرق شويه فتحس ان انا مصور في وقت بدري شويه من اليوم، لكن لو اديتها اصفر تحس انها في الغروب والجو في وقت مختلف من اليوم. فانا بظبطها برضو على حسب انا عايز ادي الاحساس احساس بالدفء ولا احساس بالبروده بتاعه المشهد. بعد كده نخش على الساتوريشن، وطبعا معروفه اللي هي الالوان، تشبع الالوان. وفي حاجه اسمها ساتوريشن وحاجه اسمها فايبرانس اللي هنقول برضو الفرق بينهم لما نوصل لهم. بس ده الساتوريشن دلوقتي، ده بيفصل تشبع كل الالوان للابيض والاسود، على عكس الفايبرانس اللي بيلغي التشبع بس لدرجه كل لون، مش بيروح للابيض والاسود. خلينا نروح اول حاجه هنا في اللايت، عندنا الاكسبوجر ونعليه هنا، يبتدي يظهر معانا ان هو بيعلي الاضاءه بتاعت المشهد. وبعد كده عندنا الكونتراست اللي هو التباين بتاع الالوان، برضو من الحاجات اللي يستحسن ما نعلقش قوي، يعني مثلا اخرك 10 درجات. وبعد كده عندك الهايلايتس اللي هي الاماكن الفاقعه، الحاجات اللي معمول لها هايلايت او الاماكن اللي الاضاءه فيها ضربه. وبعد كده عندنا الشادو، الاماكن الغامقه برضو توطيها ونعليها على حسب ما احنا عايزين. وبعد كده عندنا الوايتس، الاماكن المبيضه ملهاش دعوه بقى اذا كانت فاقعه تبع الهايلايتس ولا لا. وفي بعد كده اخر حاجه البلاكس، ودي برضو من القيم اللي احنا ما بنلعبش فيها قوي يعني عشان ممكن تبوظ الالوان كلها. وبعد كده عندنا حاجه اسمها كرييتيف، هتلاقوا فيها اهم حاجه عندنا الشاربن. لو انت عندك مشهد مثلا الدقه بتاعته مش احسن حاجه، انت عايز ترفع الحده بتاعته شويه، فعندك الشاربن هنا. وعندك الفايبرنس اللي اتكلمنا عنها، لما تلاحظ لما احنا بنقللها كده بتقلل الوان كل الالوان اللي في المشهد، لكن مش بتروح للابيض والاسود، على عكس ما انا لو قللت الساتوريشن فهتلاقي المشهد قلب معايا ابيض واسود صرف. لكن هنا هتلاقوا ان هو لا، يعني كل حاجه لسه محتفظه بلونها شويه. الشمس لسه في لونها هيفرق عن الازرق اللي هنا عن لون البحر، لكن حتى مثلا هيبان في مشهد تاني هنا مثلا الشمس لسه مصفرة، انا حاسس بالالوان يعني اذا يكون باهته قوي، لكن هنا لا، بقت ابيض واسود كلها في درجات الابيض والاسود. فده الفرق بين الساتوريشن والفايبرنس. بعد كده عندنا حاجه ليها علاقه بالكلر جريدنج، وهي ان انا ادي الشادو لون معين او ادي الهايلايتس. وزي ما اتكلمنا من شويه الهايلايتس ايه هي والشادو ايه هو. فالتنت بتاع الهايلايتس والشادو يخليك تدي درجه لون خفيفه كده للحته اللي هو مسؤول عنها سواء كان شادو او هايلايت. بعد كده عندنا التنت بالانس، برضو يعتبر زي اللي فوق شويه اللي احنا اتكلمنا عليها في البيزك فوق. طبعا اي حاجه من دول انا عملت فيها تعديلات وعايز الغيها ممكن اضغط هنا فيتلغي التعديلات بتاعتها، مثلا لو هي في البيزك او هي في كرييتيف او مثلا لو عايز الغي الالوان على المشهد كله فهنلاقي فيه هنا علامه اف اكس، ممكن الغي كل التلوين اللي حصل على المشهد. بعد كده عندنا الكيرفز، ودي من اهم الحاجات اللي بنتحكم فيها باضاءه المشهد. فعندنا هنا مثلا ممكن احط على الكيرف ده هنا كده تحت نقطه وابتدي انا احرك فيها، شوف بيعمل تغيير في الاضاءه في انهي مكان في المشهد. وبعد كده مثلا نقطه فوقيها وابتدي اشوف التغيير بيحصل فين، وبعد كده النقطه اللي تحتها لحد ما ابتدي اظبط. مثلا لو انا عايز اقلل ضوء الشمس اللي فوق ده فابتدي ادور على النقطه اللي بتتحكم في ضوء الشمس وابتدي ان انا اتحكم فيها لوحدها. بس اتاكد ان انا محدد هنا النقطه البيضاء دي. فهنا مثلا دي قريبه اكتر حاجه لضوء الشمس، فانا ممكن اقللها شويه، بس اخد بالي ان انا معكش الدنيا برضه عشان خاطر
ممكن يأثر على باقي الالوان. بعد كده عندنا نفس فكره الكيرفز بس مع الهيو والساتوريشن والليومن وحاجات تانية كان نتكلم عليها بعدين ان شاء الله، لكن هناخد عنها فكره كده يعني سريعه. الساتوريشن زي ما قلنا من شويه هو التشبع، الهيو هو درجه اللون، مثلا لو هو ازرق ممكن اقربه شويه للون تاني عادي او اخده الازرق برضو او اطفيه كده يعني. وعندنا زي ما قلنا اليومن هو درجة إضاءة اللون، يعني لو عندي لون معين مطفي، مثلا لو أنا اللون بتاع التيشيرت بتاعي أخضر وأنا عايز أنور اللون الأخضر بس، فأنا ممكن أجي على اللون الأخضر وأرفع اليومن بتاعه، فهتلاقي التيشيرت بتاعي بدأ إن هو إيه ينور. لو برضو حددت التيشيرت بتاعي وشلت مثلا اللون الأخضر عايز نقل ساتوريشن، فيبتدي يروح ناحية الجراي أكتر ويبتدي يسحب منه اللون. فدي كلها نفس الحاجات كده بس بشكل مختلف. بعد كده عندنا الحاجات المسؤولة عن الكالر جريدنج، كل واحدة ليها الاسم بتاعها، وهنا التحكم فيهم بيكون صعب شوية، فأنت دي محتاجة منك خبرة وإنك تتعلم يعني ازاي تتحكم فيهم، دي محتاجه وقت شويه وتدريبات كتير. بس باختصار انت هتجرب كل واحده فيهم وتشوف بتاثر على انهي درجات الوان في الفيديو، تبتدي توصل للدرجه اللي مريحه عينك او اللي انت عايز تخلي ستايل الفيديو بتاعك في التلوين يكون مستقر على الستايل ده. اخر حاجه عندنا هنا اللي هي ال HSL سكندري، اللي هي مسؤوله برضو عن انك تتحكم في درجه لون معينه. خلينا مثلا نقول هنا ان انا عايز اسحب لون الشجر اللي على الجبل ده او الجبل ده، فانا ممكن اجي هنا اقوم محدد ان انا عايز لون الجبل ده ولا اتحكم فيه، واقوم دايس على البنايه اللي جنبها اللي عليها زائد عشان ازود عليها درجات التانية الغامق وفاتح منها. نبتدي هنا مثلا ان انا انزل تحت بعد ما خلصت ان انا اتحكم في الساتوريشن زي ما قلنا، فاقوم اسحبه كده يبتدي ان هو يسحب درجه اللون دي، تلاقوا ان هي يا اما بتزيد للاخضر يا اما بترجع تاني تسحب للابيض اسود. والشاربن ممكن ازوده يا اما اقلله خالص فتبقى هي ناعمه. الكونتراست برضو ممكن اعمل نفس الكلام فيه. التنت تمبريتشر ممكن اغير ده كله عن طريق ان انا خلاص حددت المنطقه اللي انا عايز اعدل فيها، وابتدي ان انا التغيير اللي بعمله بيبتدي يظهر هنا. مثلا لو التنت اخضر فهتلاقي دي اخضر، وديته للبنفسجي هتلاقي دي اخدت تنت بنفسجي. برضو دي مسؤوله عن نفس الحته، ممكن ان انا اعمل كلر جريدنج من هنا او كوريكشن. برضو مثلا لو رحت الازرق او البنفسجي هتلاقي قمه الجبل اخدت درجه اللون اللي احنا حددناها. اخر حاجه عندنا هنا تضيف شكل جمالي شويه للفيديو، وانا ساعات بستخدمها في المونتاج، يعني ان انا ايه هي التاثير اللي بيكون حوالين الفيديو على الاطراف، اللي هو يخليه مسود شويه او مبيض شويه على حسب. مثلا انا مصور مشهد في نور والاطراف بتاعتي طلعت من الكاميرا بشكل ما مسوده، او اطراف الفيديو مش مشبعه في الاضاءه، فممكن ازود عليها ضوء خفيف كده من هنا. يا اما مثلا لا انا عايز التركيز بتاع عين المشاهد يكون على النص، فانا ممكن ازود شويه سواد هنا كده على الاطراف، وابتدي اتحكم في شكل السواد ده من شويه الخيارات اللي تحت دي. كل واحد فيهم بيتحكم بحاجه، يعني اللي تحت خالص النعومه، اللي فوقيها الراوندنس يعني درجه الدوران بتاعتها، خليها مثلا خلينا نخلي النعومه اقل حاجه عشان يبان ان احنا بنعمله هنا. فدي الراوندنس بتتحكم في التاثير ده. هنا عندنا الميد بوينت، لو انا عايز مثلا الميد بوينت بتاعتي تبقى مساحه صغيره في النص او مساحه كبيره، فيبقى التحديد بتاعنا على الاطراف بس، اطراف صغيره. فلحد هنا كده ده كل حاجه بخصوص التلوين بادوبي بريمير. لو في اي استفسارات عندكم اكتبوها تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.